شطار احنا قوي اننا نقف جنب اصحابنا وحبايبنا وندعمهم، انما نحب نفسنا ونقدرها ونفرحها لا، دايما بنكون احنا اخر اهتماماتنا. خليني اقولك على حاجه عشان ما تلاقيش الوقت عدى بيكي والعمر جري بيكي وحاسه انك لسه ما عشتهوش. الوقت اللي بتقضيه لنفسك مش تضييع وقت، كتير بيتلام على البنات والستات لو اخدت وقت لنفسها سواء لدقايق او ساعات او ايام. الفكره انك ليه تاخدي وقت لنفسك وتسيبي كم المسؤوليات اللي وراكي. في نفس الوقت برضو اللي بيبقى فيه الاب عايز بنت مطيعه تعمل اللي يطلب منها، ده غير طلبات الاخوات والصحاب، والزوج اللي عايز مراته على سنجة 10. مش مهم هتعمل ده ازاي وامتى وفين في وسط انشغالها ما بين تربيه وشغل بيت، ولو هي كمان بتشتغل المهم انها تكون جميله ومهتمه بنفسها عشان ما يبصش بره. انك تهتم بنفسك وببشرتك دي مش انانيه منك، دي فطره اتخلقنا عليها بطبيعتنا، بنحب الجمال والدلع واننا نروق على نفسنا وعلى اللي حوالينا. ما تكسليش عن اي حاجه تبسطك او تحسسك انك احسن حتى لو لدقايق. قومي حطي شويه ميك اب، ان شاء الله حتى ميك اب فاطمه كشري، هو صباع روج واحد دلعي بيه نفسك هتحسي بتغيير. رطبي جسمك واهتمي بيه، ما هو هيبقى ناعم ازاي ما كنتش ترطبيه. اديها رشتين مست وماله، الريحه الحلوه بتفتح النفس على الحياه. اشربي حاجه بتحبيها وانت بتشوفي او بتسمعي حد بتحبي تتابعيه. دلعي نفسك في كل فرصه تجيلك، ولو ما جاتلكيش فرصه اوجديها انت وشوفي قد ايه ده ممكن يفرق في نفسيتك. وتعودي تفرحي بابسط الحاجات وما تستخسريش في نفسك حاجه ابدا، لان العمر بيتعاش مره واحده بس ومحدش في الاخر هينفعك. سلام يا عزيزتي.